السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا البانيه القمر ده هنعمله بطريقة كده سهلة وجميلة جدا جدا ومش مكلفة خالص ان شاء الله باذن الله، وهيطلع كده طري كده من جوه ومقرمش من بره وزي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهعمل لكم الرز اللي هو الرز المصري ده اللي هو الرفيع المكسر ده كده، اعمله بطريقة حلوة خالص ويطلع مفرفط زي ما انتوا كده شايفينه بالحباية، زي ما يكون ايه اللي هو الحبايه الحلوه كده زي البسمتي واحلى من البسمتي. بس الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونروح للتتبيله الاول بتاعت البانيه. انا جبت بصلايتين كده حلوين، بشرتهم بالمبشره يا بنات، وخدت منهم العصاره بتاعت البصل بتاعتهم هتبل بها البانيه. حطيت ايه على العصاره بتاعت البصل او ميه البصل، حطيت نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح زي ما انتم كنتوا شايفين، حطيت سنه من الشطه، حطيت بصل، حطيت توم بودره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد كده هنزل بعصير ليمونه، وحطيت السبع بهارات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده هحط بيضتين يا بنات، لان ده كيلو بانيه، كل كيلو بانيه على ليه بيضتين، كل نص ليه بيضه واحده بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هعملهم كده كلهم كده في التتبيله مره واحده كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بالبانيه. طبعا البانيه انا غسلاه بميه وملح وليمون زي ما بتغسلي الفراخ بالظبط، ودقيق، كل اللي بتغسل بيه الفراخ، طماطم، جنزبيل، بغسله بيه كده يعني، لان هو بعمله بمعامله الفراخ بالظبط يا بنات. احنا كده هنتبل كده التتبيله وهنركنها كده على جنب، وبعد كده هنروح للرز. هننزل كده بمعلقتين من السمنه او معلقتين من الزيت زي ما تحبي. وادي البصل كده زي ما هو بالمصفى كده زي ما انتم شايفين كده مصفياه خالص، على ان انا خدت العصاره بتاعته عملت بها البانيه. نزلت كده بالبصل كده، وهنزل بورق اللورة، هنزل بليمون، هنزل نص عود من القرفه. لو ما عندكيش عيدان القرفه ممكن تنزلي برشه من القرفه البودر. والليمون ده يا بنات انا عاملاه في البيت. وهنزل بمعلقه من الكركم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنديهم كده تشويحه حلوه مع البصل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. طبعا غسلين الرز كده غسله حلوه ومصفيينه خالص من الميه زي ما انتم كده شايفين، وهنديه تشويحه حلوه عشان الرز ما يعجنش منك. في ناس بتحط الميه تغلي، لا يا بنات انا بشوح البصل، بعد كده بشوح الرز مع البصل، وبعد كده بنزل بالملح اللي هو بيحيق الرز، وبنزل بنص معلقه من الفلفل الاسمر بس كده، وبفضل اشوح فيهم. وابقى حاطه جنبي كده الكاتل حاطه براد على النار يغلي، وبعد كده بعد ما اشوحه تشويح حلو انزل بالميه المغليه. يكن غليت الميه كده بالبصل على طول، لان لما بتشوحوا الرز تشويحه حلوه كده بيفلفل معاكي ويبقى جميل جدا جدا، مفيش رزايه بتلزق في رزايه تاني. هنسيبه كده على نار ياخد غلوه كده الاول، وبعد كده نهدي على النار ونتابع يا بنات. لو عايز ميه تاني نحط له، لو ما عايز ميه تاني خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايبين كده في جيتار سايب من عند العطار، نزلنا عليه السبع بهارات، نزلنا عليه بمعلقه من الكركم، نزلنا عليه بسنه من الفلفل الاسمر، ونزلنا عليه ببصل بودره. وطبعا حطينا له رشه ملح عشان يبقى حايق معانا، لان انا دقت الفيجيتار ده لقيته عادم يا بنات. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل الفراخ بتاعتنا او البانيه بتاعنا كله في الفيجيتار ده كده، هعمله كله مره واحده. همسك بالماسك كده يا بنات واعمل بالشوكه، وبعد كده بدوس عليه دوسه حلوه كده بكف ايدي عشان تمسك معايا يبقى له طبقه كده حلوه. عايزين تضيفوا سن الدقيق على الفيجيتار ده ممكن تضيفوا، وما عاوزينش تعملوه زي ما انا عملته كده وطلع ليه طبقه كده حلوه وما وقعتش منه، زي ما انتوا تحبوا. لو حطيته برضو سن الدقيق برضو هيعمل طبقه ومش هتقع منه برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. هيطلع كده الفراخ طريه من جوه مقرمشه من بره، حاجه كده زي العسل. عاوزين تضيفوا زبادي للتتبيله ضيفوا، عاوزين تضيفوا لبن ضيفوا. انا عملته بكده يعني باقل التكاليف، حاجه بسيطه خالص، اللي هي العصاره بتاعت البصل بس، والتوابل موجوده في كل بيت يا بنات.
عشان ايه ما نصعبش الموضوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولو في حته متنيه كده في الصدور ولا حاجه نفردها ونتبله كده تتبيله حلوه يا بنات. لو وصلنا لحد هنا كده يا بنات في الفيديو، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، كترونا وتنورونا. بصوا عملنا الكميه كلها ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بعد كده هنروح بقى نحمره بقى على الزيت على طول. حطينا الطاسه على النار وحطينا فيها طبعا زيت، حطينا كميه زيت كده مش كتيره او مش غزيره قوي، وهننزل بيه كده واحده واحده عشان ايه نحمر البانيه. عندكم زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالع كده جميل زي العسل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هننزل كده تاني اهو زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات الرز، رجعت لكم الرز تاني كده. بصوا مفرفط ازاي، بس استنى ما احوش الليموني ده واحوش الرورة ده ورق اللورة واحوش عود القرفه كده اوريكم. بصوا يا بنات الرز عامل ازاي. والله ده الرز كمان اللي هو الحبايه الرفيعه خالص ده كده اللي الناس بتجيبها للمحشي. بصوا مفرفط ازاي وجميل ازاي، لان التحميصه دي بتخليه ايه ما يلزقش ببعضيه وما يعجنش. بصوا يا بنات بحمصه كده مع البصل، بيبقى ايه زي ما انتم كده شايفين ما شاء الله احلى كبسه رز زي ما انتم كده شايفين. بصوا يا بنات بالحبايه ازاي شايفين، ومستوي كده وطعمه حكايه حكايه، لان عود القرفه او سنه القرفه بتديه طعم كده، واللوم كده بيديه طعم جميل جدا جدا. بعدين هنغرف يا بنات الاكل بتاعنا. عملنا جنب البانيه طبق سلطه اخضر كده، لو عاوزه تعملي سلطه طحينه اعملي، بس الحمد لله يعني عملنا طبق سلطه اخضر جنبيه كده، والرز غرفناه. وادي البانيه بصوا من جوه ابيض وحلو ازاي وطري من جوه ازاي.